وأخذونا في الباص، اجتمعوا معنا في الباص إلى القصر الجمهوري، نقعد مع بشار الأسد. قعدنا مع بشار الأسد. هالاجتماع كله صار كرمالي أنا والسومة فقط، مشان نحن ومشان هالتصوير مع السومة ومع فراس الخطيب، على أساس أنهم يبيضوا صفحة النظام وأن نحن نعمل مصالحات وأن نحن ما عندنا شيء. لكن كل العالم تعرف أن فراس الخطيب معارض، وأنا عم ألعب في المنتخب. العالم تعرف أني أنا معارض، والنظام يعرف أني أنا معارض. أنا ما نزلت صورة عندي في انستغرامي أو في فيسبوك أو في أي وسيلة تواصل، لأن هذا الشيء لا يشرفني. هذا أسوأ ما صار إلي في حياتي، هذا شيء ما يشرفني، لكن أنا كنت مجبر عليه. أنا ما أقدر أقول لا، مو أنا، أي واحد في سوريا. لا تلوموا أي واحد في سوريا، لأن اللي في سوريا ما يقدر يتكلم. أما أنت اللي قاعد برا سوريا، شيء طبيعي أنك تتكلم وتأخذ راحتك. ما إلك أنا أرجع أشوف والدي ووالدتي، وبالفعل شفت والدي ووالدتي، شفتها مرتين أو 3 مرات في مرض الموت. نزلت لعندها، شفتها أسبوع وتوفت، الله يرحمه. والدي بعدها تقريبا 2017 والدتي، 2020 والدي. نزلت شفتها مرتين 3 مرات في سوريا، وبعد ما توفى والدي أنا ما عاد نزلت على سوريا. من هذاك الوقت، من 2020 إلى اليوم، أنا ما نزلت على سوريا ولا رحت على سوريا، وانتهت علاقتي في سوريا.